السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ ما تنسوش تذكروا الله. دلوقتي بقى هعمل معاكم عيش الكريب، تابعوني. في بولة كده بقى هحط كوبايتين دقيق. انتوا ممكن تضاعفوا الكمية على حسب ما انتوا عايزين، بس انا بحب اجرب معاكم في البداية كمية صغيرة. حطيت بقى عليهم كوباية مية وهقلب، وهحط مية تاني بس بالتدريج بقى علشان العجينة ما تخفش مني خالص. انتوا ممكن تعملوها بالمضرب اليدوي او في الخلاط، يعني انا بعملها بالمضرب الكهربائي. زودت مية تاني. طبعا في الوصفة دي انا مش هحط بيض خالص، هضربهم بقى كده كويس. شايفين كده بقى بمشي المضرب في الحروف او في الجناب علشان اتاكد ان مفيش دقيق لسه ما وصلهوش ميه، وعلشان المكونات تتخلط كويس. كده بقى لسه ما وصلتش للقوام اللي انا عايزاه، فلسه هضرب تاني بالمضرب. كده بقى بالسباتولا انا لميت كل الحاجات اللي في الجناب علشان ما يكونش فيه دقيق من البدايه خالص، ما اتضربش. زي ما انتوا شايفين بقى هو ده القوام اللي انا عايزاه لعيش الكريب. هو مش باين قوي بالمضرب بس هوريه لكم بالمعلقه. دلوقتي بقى انا ضفت معلقه صغيره سكر ونص معلقه ملح. اخلطهم بقى. هسيب بقى العجينه ترتاح من نص ساعه لساعه، وبعد ما سبت بقى العجينه كده ارتاحت انا هقلبها. طبعا بقى لازم تكون الصينيه كده محطوطه على النار، وتكون مدهونه دهنه بسيطه خالص زيت، لان لو كترتوا في الزيت العجينه هتفك منكم. وانا بقى مش عارفه امسك الكاميرا واحط العجينه في نفس الوقت في الصينيه، لان لازم زي ما انتوا شايفين كده امسك الصينيه واعملها يمين وشمال لغايه ما تعمل معايا شكل الدايره. ودي اول واحده طلعت معايا. طبعا دي ما كنتش عارفه اعملها كويس وانا ماسكه الكاميرا، فعملت واحده تاني اهو غير الكاميرا. شايفين ما شاء الله. طبعا انا نسيت في بداية الفيديو اوريكم القوام بالمعلقة. ده طبعا بعد ما عملت رغيفين، ده القوام بتاعها. شايفين بقى ما شاء الله العجينة عاملة ازاي؟ ما شاء الله، يعني ما بتلزقش. اهم حاجة بس دهنة بسيطة من الزيت. طبعا هي سخنة جدا فانا ما كنتش عارفة امسكها كويس. وطبعا الفيديو ده انا عاملاه علشان البنوتة الجميلة اللي كتبت لي في التعليقات عايزين عيش الكريب. البنوتة الجميلة فرحة وليد. انتوا كمان اكتبوا لي في التعليقات عايزين تشوفوا ايه في الفيديوهات. وكده خلاص ده اخر واحد معانا.
انا هعمله بقى بالكفتة وميكس جبن كده، تبقى جبنة رومي مبشورة. انا عملت لكم فيديو قبل كده لطريقة عمل الكفتة ان هي ما تكشش ولا تفك، هسيب لكم بقى لينك الفيديو تحت في صندوق الوصف. وهحط بقى جبنة شيدر. طبعا انا ما كنتش عارفة وانا بصور احط الجبنة اوزعها كويس. احط بقى اخر حاجة معانا جبنة موتزاريلا. انا مش متحكمة في الساندوتش، وفي نفس الوقت مش عارفة اتحكم في الكاميرا، فكان صعب شوية. طبعا يا جماعة اكيد انا غسلة ايديا كويس جدا جدا، وطبعا انا كل دقيقة اصلا ايديا في المية. هبدأ بقى الف الساندوتش، بلفه بالشوكة والمعلقة لانه كان سخن جدا. وده بقى شكل الساندوتش بعد ما خلص. انا هقطعه كده نصين، ممكن اقطعه 4 قطع برضو، انتوا تقطعوه زي ما انتوا عايزين يعني. شايفين بقى الحشوة طبعا غير شكله الجميل كان طعمه اجمل. وبكده اكون خلصت. يا رب يكون عجبكم الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ودعموني بلايك علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. وقولوا لي بقى عايزين تشوفوا ايه الفيديوهات اللي جايه علشان اعمل لكم اللي انتوا عايزينه، واقول اسمكم كده في الفيديو. وفي نهايه الفيديو ما تنسوش تصلوا على النبي. وبس، باي.